المونديال ينادينا. ألف مبروك لمنتخبنا المنتخب المصري على التأهل لنهائيات كأس العالم في أمريكا السيزون القادم 2026. تأهل مستحق وعن جدارة لنهائيات كأس العالم. ألف مبروك للشعب المصري، ألف مبروك لكرة القدم المصرية، ألف مبروك للكابتن حسام حسن وجهازه، ألف مبروك للاعيبة منتخب مصر. لاعيبة رجالة عملوا اللي عليهم. هنقول مجموعة سهلة؟ مش احنا اللي عاملين المجموعة، القرعة اللي عاملاها. ما ياما كنا بنقف في مجاميع سهلة وما بنصعدش، يعني احنا نبقى مبسوطين لو مجموعة صعبة وما صعدناش. يعني احنا ناسيين كأس عالم قطر لما خرجنا من السنغال بضربات الجزاء والحزن اللي كنا فيه. افرحوا يا جماعة، احنا ليه شعب منحبش نفرح؟ ليه بنقلل من فرحتنا؟ احنا وصلنا لنهائي كأس العالم، مجموعة سهلة مجموعة صعبة، المهم اللي احنا وصلنا الحمد لله. لاعبتنا رجالة، جهاز فني رجالة، ان شاء الله باذن الله نلعب كاس الافريقيه في المغرب وباذن الله نكسبها. ليه ما نكسبهاش؟ عندنا لعيبه، عندنا محمد صلاح، عندنا مرموش، عندنا تريزيجيه، عندنا زيزو، عندنا مصطفى محمد، عندنا امام عاشور، عندنا ابراهيم عادل، عندنا الشناوي، عندنا مصطفى شوبير، عندنا لعيبه قويه نقدر نلعب في كاس العالم، يبقى كاس عالم قوي، نقدر ناخد كاس افريقيا. مش لازم كل ما نعمل حاجه كويسه نقلل من مجهودنا، عايزين نفرح زي كل الشعوب اللي صعدت وبفرح. المغرب الشهر اللي فات وتونس صعدوا وفرحوا، احنا صعدنا النهارده، ان شاء الله الجزائر بكره تصعد. نفرح يا جماعه، الوقت وقت فرحه. لما نيجي قبل كاس العالم ونشوف تحضيرات كاس العالم ساعتها نتكلم بقى فن ونشوف هنعمل ايه في كاس العالم. حاليا مفيش فنيات، حاليا فرحه. مبروك للشعب المصري تاني، مبروك للجهاز الفني الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، مبروك للاعيبه، مبروك لكل فرد في كرة القدم المصرية عن تأهل لكأس العالم، تأهل مستحق. للتأهل الرابع لمنتخب مصر. إن شاء الله بإذن الله نعمل نهايات كأس العالم قوية، وإن شاء الله في كأس الأمم الأفريقية في المغرب بإذن الله إحنا اللي نكسب البطولة بإذن الله.